The Lion King أو الأسد الملك. مقبرة الأفيال مش مكان. مقبرة إيه؟ ياه! خرج سيمبا من عند عمو سكار جري على أقرب صاحبة ليه واللي كان اسمها نالا، وحكى لها على كل اللي حصل عند عمو سكار، رغم إن سيمبا عارف إن اللي هيعمله ده غلط، بس قرر إن هو يروح يزور مقبرة الأفيال. بس اللي سيمبا ما كانش يعرفه إن عمو سكار أمر 3 ضباع إن هما يروحوا برضو مقبرة الأفيال. سكار كان عايزهم يقتلوا سيمبا ونالا، ودي كانت خطته الشريرة علشان يستولى على مملكة موفاسا. سيمبا أخد نالا وراحوا المكان الممنوع، وأخيراً وصلوا. وأول ما وصلوا لقوا قدامهم مجموعة كبيرة من الهياكل العظمية لأفيال ميتة. وهنا سيمبا عرف إن هما وصلوا، ومخبيش عليكم نالا كان باين عليها الخوف، وسألته هو احنا فين يا سيمبا؟ سيمبا قال لها مقبرة الأفيال. وكان لسه سيمبا بيحاول يدور في المكان ويتفسح كده ويدخل جوه الجماجم. بعد كده زازو قال لهم بلهجة كلها رعب يا جماعة احنا لازم نمشي، كلنا في خطر حقيقي. زازو ده هو المستشار الشخصي بتاع موفاسا أبو سيمبا، بس للأسف الأوان كان فات ووقعوا في فخ الضباع، والضباع حوطتهم من كل مكان، ولعبهم كان بيسيل عليهم عشان عايزين ياكلوهم. وهنا سيمبا حاول يحمي صحابه، فحاول ياخد نفس عميق ويحاول يزقر زي الأسود الكبيرة، وكل ما يجي يزمجر يا حلاوتك مرة كمان. وأخيرا سيمبا أخد نفس عميق وكان لسه بدأ يزمجر، الضباع اترعبوا وفجأة لقوا موفاسا قدامهم، وفضلوا يجروا ويصرخوا علشان هم بيترعبوا من موفاسا. موفاسا أمر زازو إن هو يروح نالا البيت. سيمبا أنا خاب أملي فيه. عارف كان ممكن تروح فيها، أنت تعمدت تقص عمري، والأدهى إنك عرضت نالا للخطر. أنا كان قصدي أبقى شجاع زيك. أنا ببقى شجاع لما تحكمني الظروف. سيمبا الشجاعة مش إنك تدور على المشاكل. بس أنت ما بتخافش من حاجة. النهاردة خفت. صحيح؟ أيوة، لما حسيت إني ممكن أفيدك. يظهر الملوك كمان بيخافوا ها؟ في الليلة دي القمر كان منور والنجوم في السماء كانت زي اللؤلؤ. في اللحظة دي وقف موفاسا وقال لسيمبا أنا عايزك تبص في السماء، بص للنجوم، عايزك تتخيل إن ملوك الماضي العظماء بيبصوا عليك من فوق، ولازم تذكر إنهم هيفضلوا دايما معاك ومراقبينك علشان يساعدوك في حياتك. وأنا كمان لو مت يا سيمبا هبقى ببص عليك من فوق وبساعدك. سيمبا هز راسه وقال لبابا سأتذكر، هفتكر. في نفس الوقت سكار كان بيفكر لهم في مشكلة علشان يتخلص من موفاسا وسيمبا في نفس الوقت. في اليوم التاني سكار أخد سيمبا لمكان ضيق بين الجبال وطلب منه إن هو يستنى بابا علشان بابا محضر له مفاجأة كبيرة. سيمبا عمل كده فعلا وكان متحمس قوي للمفاجأة. في نفس الوقت اللي كانت فيه الضباع بتجري ورا قطيع من البقر علشان يتجهوا في المكان اللي واقف فيه سيمبا بين الجبال، وبكده يبقى سيمبا قدام قطيع البقر، فموفاسا يحاول ينقذه، فقطيع البقر يعدي عليهم هما الاتنين ويموتوا، وبكده سكار يكون حقق الحاجة اللي في دماغه ويستولى على المملكة كلها. بس اللي حصل كالآتي، موفاسا فعلا شاف سيمبا وحاول يطمنه. موفاسا راح الممر الضيق اللي بين الجبلين وأنقذ ابنه، بس للأسف معرفش ينقذ نفسه، وقع واتشعلق على صخرة. بس هو كان شايف قدامه أخوه سكار، فاطمن لأن هو أكيد أخوه هينقذه، بس اللي هو ما يعرفوش إن أخوه هو اللي عمل له كل الفخ ده. موفاسا لما حاول يستنجد بيه سكار زقه من فوق الصخرة. لما قطيع البقر عدى خلاص من الحتة دي سيمبا جري على باباه وحاول يفوقه، يزقه مرة واتنين، موفاسا ما بيتحركش. سيمبا بدأ يعيط. في الوقت ده عمو سكار شافه. سيمبا ايه اللي عملته ده؟ موفاسا مات بسببك، انت قتلت باباك، اهرب.
اهرب يا سيمبا واوعى ترجع هنا تاني أبداً. في الوقت اللي كان سكار بيحتفل فيه بالعرش فوق صخرة العزة، سيمبا هرب وهو حاسس بالذنب والتعب والخوف والجوع والعطش والوحدة وأغمى عليه. وأخيراً فتح سيمبا عينه ولقى في وشه شخصين كان اسمهم تيمون وبومبا. كانوا خايفين عليه قوي لدرجة ان هم شربوه مية لان هو كان باين عليه العطش. كنت هتموت واحنا انقذناك. شكراً، بس خلاص مفيش داعي، يا ريتكم كنت سبتوني اموت. ياه، ده حالته صعبة قوي. ارمي الماضي ورا ظهرك يا ابني. حكونا مطاطا يعني ضربها طبنجة. فكر سيمبا شوية لأنه كان متردد، بعد كده وافق إن هو يبقى مع أصحابه الجداد في الغابة. بعد سنين كتير القرد صاحبنا رفيقي بص على صورة مرسومة على الحيطة لأسد صغير وابتسم كده وقال جه الوقت. في اليوم اللي بعده بالظبط سيمبا أنقذ بومبا من أسد بنت كانت جعانة، بس اللي ما كانش متوقع سيمبا إن الأسدة البنت دي طلعت نالا. سيمبا فرح جدا هو ونالا لأن هما كانوا مفكرين مش هيشوفوا بعض تاني، ونالا كانت مفكرة مات أصلا. نالا حكت لسيمبا كل حاجة عملها سكار في أرض العزة وقد إيه هي اتدمرت وبقت خراب، واتحايلت عليه ان هو يرجع معاها ان هو طالما عايش فهو احق بالعرش ده من سكار. سيمبا رد عليها وهو زعلان قال لها انا ما اقدرش ارجع، انا ما استحقش العرش ده، انا ما استحقش ابقى ملك. لان سيمبا كان بيفكر ومصدق ان هو قتل باباه، بس ده مش حقيقي. وهي ردت عليه ان هو يستحق، مفيش حد غيره يستحق العرش ده. سيمبا اخد نالا عشان يوريها الاماكن الجديدة اللي بيحب يروحها في الغابة اللي هو ساكن فيها. سيمبا أنا فاهمة أنت ليه بتحبها، هي فعلا جميلة، بس ده مش بيتك يا سيمبا، أنت هربان من مستقبلك في أرض العزة، أنت الملك. نالا قالت الكلمتين دول ومشت وسابته. في الليلة دي سيمبا معرفش ينام من التفكير، كان بيفكر في كل كلمة قالتها له نالا. وفجأة سمع دوشة كده حواليه فبص لفوق فلقى القرد رفيقي وقال له تعالى معايا أنا عارف باباك فين. سيمبا فضل يجري وراه وهو مش مصدق، معقولة بابايا ممكن يكون عايش؟ أخده عند بحيرة صافية وخلاه يبص فيها. سيمبا بص فيها زي المراية، ده مش بابا، بص كويس، أبوك عايش جواك. فجأة سيمبا سمع صوت باباه وهو بيقوله سيمبا انت لازم تاخد دورك في دورة الحياة، انت ابني، انت الملك، تذكر. بعدين اختفت صورة مفاسة اللي كانت في المية واختفى رفيقي. تاني يوم سيمبا قرر انه هيرجع ارضه وهياخد عرشه. رجع سيمبا ارض العزة وسكار لما شافه اتخض لان هو فكره مفاسة، ولما عرف ان هو سيمبا قرب منه علشان يقتله زي ما عمل مع مفاسة قبل كده. وكانت خناقة جامدة جدا، بس اللي كسب فيها كان سيمبا. المرة دي هو اللي زق سكار من فوق الصخرة وأخد بطار باباه. في الوقت ده سكار استنجد بالضباع عشان تنقذه، بس نالا وصحابها زقوهم ووقعوهم علشان النصر يتحقق لسيمبا. وبكده عندنا ملك جديد وهو سيمبا. تيمون وبومبا ومامته وكل اللي حواليه كانوا مبسوطين بيه وفخورين بيه. وفي يوم من الأيام اتجمعت الطيور والحيوانات تاني عند صخرة العزة، وفي اليوم ده القرد رفيقي كان محضر لنا مفاجأة غير متوقعة. الأميرة الجديدة بنت سيمبا ونالا نورت أرض العزة وعملوا نفس الطقوس اللي عملوها قبل كده مع سيمبا. في اللحظة دي سيمبا بص للسما وافتكر باباه وكلم القمر وكلم السما وقال له سأتذكر. وهللت الحيوانات وتوتة توتة خلصت الحدوتة. اكتبوا لنا رأيكم في الكومنتات.